صدر فراخ واحد او 3 شرايح من البانيه. عملت 12 سندوتش ميني حواوشي فراخ بطريقه حلوه جدا. جبت الفراخ وقطعتها وحطيتها في الكبه بالشكل ده كده، وحطيت عليها بقى التوابل: فلفل اسود وملح وبابريكا وبصل باودر وتوم باودر، ومعلقه من 7 بهارات، ومعلقه كبيره من البقسماط، ونص قرن فلفل حامي. وبعد كده طحنتهم كويس جدا في الكبه، وبعد كده نزلت بمعلقه كبيره من الليه. لو مش عندنا ليه ممكن نحط بدلها معلقه سمنه بلدي، بس يا ريت تحاولوا ما تستغنوش عن الليه لانها بتدي طعم حلو جدا بجد، وخصوصا ان الطريقه ديت بتبقى عايزه نسبه من الدهن علشان تبقى متماسكه وفي نفس الوقت طريه. بعد ما خلصت الكميه بتاعتي، هجيب بقى معلقه سمنه ومعلقه زيت، وهدهن بقى العيش بالشكل ده كده من على الجنبين، وادهن برضو الطاسه. وبعد كده اروح منزله بقى الحواوشي في الطاسه كده اهو بالشكل ده كده. بس اهم حاجه النار تبقى في الاول متوسطه، وبعد كده اوطي خالص. هي عموما كده كده ما بتاخدش وقت خالص على النار، يا دوبك بتاخد 10 دقايق على كل جنب كده، 5 دقايق وبتبقى جاهزه معايا. وطبعا ممكن نستبدل العيش الصغير الميني دوت بعيش كبير، بس انا حبيت ان انا اعمله كده في عيش صغير، فكره حلوه يعني وجديده، وكل الاطفال هتحبها والكبار كمان. بس هي عموما التتبيله نفسها بتاعه الفراخ وانها تبقى حواوشي فراخ حلوه جدا وبجد ناجحه جدا. جربوها وقولي رايكم، وبالف هنا.